خلاص الثانوية العامة خلصت وبدأنا مرحلة جديدة من حياتنا وهي مرحلة الحياة الجامعية. فاحنا هنتكلم النهاردة انت سواء جبت مجموع ألف مبروك ليك وافرح من حقك والحاجة اللي انت استغليت مشروعك اللي انت كنت داخل ليه وحققت اللي انت نفسك فيه. ولو دخلت وما جبتش مجموع برضو فدي فترة معينة من حياتك عدت ولكن لازم تتعلم منها. الفترة دي انت كنت داخل استثمار، الناس اهلك دي استثمروا فيك دفعوا فيك مبالغ علشان تجيب مجموع كويس وانت ما جبتش، فانت لازم تتعلم من الفترة دي اللي انت دفعت فيها دم قلبك وفلوس وهكذا. فانت لازم تتعلم وتستثمر في الفترة دي انت ايه اللي وجعك علشان في الفترة الجامعية تستخدمه اللي هو مش وجعك تاني، اللي انت تبقى عارف ايه المشكلات اللي هتجاب اللي وجعتك في الفترة بتاعت الثانوية واللي انت تعمله علشان مش تقع في نفس الغلطات دي في الجامعة. فدي الفترة دي الفترة الثانوية أنا بعتبرها من أهم الفترات. زي ما كان واحد عامل بيزنس مثلا أو عامل شركة والشركة فشلت فبيبدأ مش بيرمي الفشل ولكن بيبدأ يدرس أسباب الفشل دي علشان يتفاداها. زي كده زي ما الطيارة دي والله وقعت وعملت فيها صندوق أسود، بيجيبوا الصندوق الأسود دي وبيبدأ يفحصوه علشان يشوفوا أسباب الوقوع علشان يصنعوا طيارة يتلاشوا فيها الأسباب اللي أدت إلى الكارثة دي. وهكذا انت في كل كارثة انت بتعرض ليها هي منفعة ليك وانت لا تدري. ففترة الثانوية مش فترة صعبة، انت استفدت اشياء كتير جدا بعيدا عن الرقم اللي يجي، سواء الرقم اللي انت جبته ده انت استفدت بعيد عنه، انت استفدت اتعلمت ازاي تمانج وقتك. لو ما اتعلمتش ازاي تمانج وقتك ابدأ من دلوقتي اتعلم ازاي تمانج وقتك لانك تحتاجه جدا جدا في الكلية. اتعلمت ازاي تتحمل مسؤولية، لو ما انت مش وفقت في تحمل المسؤولية دي فانت لسه قدامك مسؤولية كبيرة جدا وهي الكلية وما بعد الكلية. فانت تتعلم ازاي تتحمل مسؤولية وايه العوامل او الاسس اللي انت تبقى عندك او الصفات عشان تقدر تكون راجل متحمل مسؤولية بالكامل، يعني جوانبها ويتأدي فيها بالطرق المختلفة الجميلة. فتعلم من الفترة دي مش تنكسر. ايه يعني فترة وقعت وعدت، مش تخسر حاجة. يعني انت لو بصيت على صاحب قناة دروس اونلاين احمد ابو زيد هو خسر درجة ما بين هندسة مدني والكلام ده كله والهندسة بترول، ولكن لما بص لها من ورا بعد لما عمل قناة دروس اونلاين والنجاح اللي حققه عرف ان ربنا اختار الطريق الاحسن، ربنا اختار لك الطريق الاحسن. فانت مش تزعل ولا تقول ربنا مش عارف ايه. وانت انا سمعت ناس، يعني ناس قالت ربنا سمعت ناس قالت ربنا مش ادانا حاجه. يا ابني انت متخيل انت في نعمه يا حبيبي، انت في نعمه عظيمه جدا. ارفع تقول الكلام ده، انت في نعمه يعني لا تضاهيها نعمه. انت في كفايه انت بتتنفس، كفايه انت بتتحرك، كفايه انت طلعت من الثانويه مش بمرض ولا بشيء. في ناس طلعت بمرض وما جابتش مجموع يعني خسروا الاثنين. فانت الحمد لله ان انت طلعت من الثانويه على رجليك، لان الثانويه صعبه انا عارف هي فتره صعبه في الكليه وضغط الاهل وكده، ولكن في جزئية تانية نتكلم منها ان انت سيب اهلك اسمعهم. لو انت ما جبتش مجموع اسمعهم ينتقدوك وقول نفسه واقعد اسمع اكبر عدد من الناس تنتقدك. ايه يعني مفيش مشكله، خلي الكل ينتقدك، ده كله هيعلمك. ما انت عشان اول حاجه تتعلم لازم تسمع مشاكلك، لازم تسمع الناس اللي كانت شايفه عيوبك وانت مش شايفها. لازم تتعلم من الناس دي تتكلم. الناس اهلك دول هو اول ناس استثمروا فيك ودفعوا فيك فلوس، فدلوقتي مشروعهم اللي هم استثمروا فيه فشل فلازم يعرفوا اسباب الفشل. والله انا فشلت واحد اتنين تلاته لان لسه هيستثمروا فيك تاني في الثانويه. فانت لازم تكون على قدر المسؤوليه وتعرف ازاي يعني من اين تؤكل. لازم تتعلم ازاي تصطاد، مش تتعلم ازاي حد يحط لك سمكه في بوقك ويقول لك كل. لا، الحياة مش كده، لازم تتعلم ازاي تقف على رجليك تاني بعد اي وجوع. والثانوية مش اخر مطاف، ياما ناس كتير مش خذلوا في الثانوية وبعد الثانوية كملوا وربنا كرمهم في الكلية وبقوا اساتذة جامعية وي والمسألة تطول. فانت ايه يا جدعان؟ في انا شايف ناس كمية ناس مقصورة يا جدعان. كسرة تيمي دي كسرة مش هجيب حاجة. أيوة عايز تزعل من حقك تزعل، من حقك تتنطط، من حقك تقول أنا ما جبتش، من حقك كده، ولكن من حق أهلك عليك برضو يعرفوا أنت إيه أسباب اللي أنت مش وفقت، لأن هم لسه هيستثمروا فيك تاني. هم مش هيسيبوك، دي مش آخر المطاف اللي هم يرموك فيه. لسه هيستثمروا فيك تاني وهيدفعوا فيك فلوس اللي أنت تدخل الجامعة، وهيدفعوا فيك فلوس في الجامعة، وهيدفعوا فيك فلوس اللي أنت تتعلم تاني. فأنت لازم تتعلم من خطأك عشان ما تكررش الخطأ ده وتقدر تفرحهم في المراحل الجاية. فاتعلم تكون راجل صح وتكون قدر المسؤولية. انا عارف انت ما وفقتش في المرحلة دي فمش تزعل، ازولايك كل حاجة عادية، ولكن خليك من جوه
ابدأ شوف أسباب اللي أدت إلى فشل المشروع ده أو عدم توفيق المشروع ده ونجاحه. الثانوية يا جدعان مشروع، مش سند انت بتقضيها وبتلعب مع اصحابك. الثانوية مشروع انت بتدفع مبالغ ضخمة فيها، فانت لازم تستثمر اكنك عامل بيزنس بالظبط. لازم تدور ان انت تدخل كلية من الكليات اللي بتدخلها ب100,000 و200,000 و300 والكلام ده كله، اللي انت تدخلها ببلاش. مش تزعل مني، ما هو ده استثمار، انت بتستثمر مبلغ 100,000 في اللي انت تدخل كلية 5 سنين بمبالغ بسيطة جدا، لا يعني لا تقدر بالثمن مقارنة بالكليات الخاصة. فانت لازم تدرك القيمة دي، ولازم تدرك انت في نعمة، فانت لازم تستغل النعمة دي. وفي النهاية يعني تابعنا علشان بإذن الله هننزل سلسلة تانية ازاي تتعامل مع الكلية بإذن الله، وايه المهارات اللي انت لازم تتعلمها في الأجازة بإذن الله. هننزل سلسلة قريب بإذن الله، ايه الحاجات اللي انت تتعلمها في الأجازة بإذن الله هتساعدك في الكلية وهتطور مهاراتك في الكلية في المرحلة القادمة انت جاي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.